طيب يا شباب، خلينا نتكلم على الكيميكال فورمولاز. ماشي. فتعال نشوف مثلا المثال ده كده معانا ونشوف هنتعامل معاه ازاي. فانا بقولك ايه، عايز الامبريكال فورمولا بتاع الكومباوند اللي هو C4H8O2. طيب عشان تجيب الامبريكال فورمولا لازم تشوف اصغر رقم فيهم وتبدأ ان انت تعمل الكومباوند كله ديفايدد باي، مثلا هنا عندك هيبقى ديفايدد باي 2. ليه؟ انت عندك هنا C4 وH8 وO2، فأصغر رقم عندك هو التو، يبقى تعمل تقسمهم كلهم على التو ده. ماشي. فلو جينا عملنا ال C4H8O2 divided by 2، هتلاقي عندك بقى عندك C2H4O. تمام. فده هو الامبريكال فورمولا اللي هي عندك كده تبقى letter B. تمام. طيب ده بالنسبة للامبريكال فورمولا. يبقى أي حاجة احنا عايزين نجيب الامبريكال فورمولا بنشوف أصغر رقم موجود في الكومباوند كله ونقسم الكومباوند كله عليه. تمام. طب يا مستر، انا جيت ما لقيتش فيه رقم ينفع يتقسم يعني، وليكن يعني عندي حاجه زي ال V2O5، فده مثلا مش هينفعوا يتقسموا، مش هقدر اقول divided by 2. يعني ماشي، ال 2 هتتقسم، ال 5 مش هتتقسم على 2. طيب كده ايه؟ كده انت عندك ان الامبيريكال والمولكيولر هم نفس الكومباوند. تمام. طيب تعال نشوف مثال كمان كده. بيقول لك ايه: which of the following compounds has the highest molar mass for its empirical formula. طب عشان نعرف مين عنده الهايست مولر ماس لازم نعرف اصلا الامبيريكال فورمولا بتاعت كل واحد فيهم ايه هي. فمثلا لو هنتكلم على اللتر A اللي هو قالك C6H6، بما ان انت عندك نفس الرقم هيبقى divided by 6، فهيطلع معاك CH. تمام. دي كده بالنسبة لنا ايه، ده كده بالنسبة لنا ايه. طيب نيجي على B، هتلاقي عندك C4H10. طيب ال C4H10 دي هتلاقيها اصلا ان هي ما تعرفش تقسمها. يعني لو عملتهم divided by 4 ماشي، ال 4 هتتقسم عادي، التاني مش هتتقسم، واكيد مش هينفع نعملها divided by 10. ماشي. يبقى ال C4H4 تفضل زي ما هي. دي معنى كده دي empirical ومولكيولر. طيب نيجي على C، هي عندك C3H6، يعني نعرف نعملها divided by 3، تبقى بالنسبة لنا CH2. طيب تيجي على C2H6، تلاقيها ان انت ينفع تعملها divided by 2، فتقول CH3. وطبعا واضح من الشكل حتى قدامنا مين هيبقى عنده الهايست مولر ماس. طبعا الهايست مولر ماس للامبيريكال فورمولا بتاعته هيكون ال C4H10. تمام. طيب ناخد مثال كمان. بيقولك ايه: what's the empirical formula of sulfur oxide that contain 50% sulfur. طيب بما ان هو اصلا بيقولك سلفر اوكسايد، يبقى معنى كده ان هو اصلا النسبة دي عبارة عن سلفر واكسايد، يعني سلفر واكسجين بس. قالك ان السلفر 50%، يبقى معنى كده ان الاكسجين كام؟ يبقى معنى كده الاكسجين 50% التانيين، ما هو مفيهوش غير اتنين بس. تمام. يبقى اول حاجة خالص يبقى السلفر كده بما ان هو 50%، يبقى برضو الاكسجين 50%. طيب واتفقنا ان احنا ينفع نحول النسبة المئوية دي لجرام، ينفع احولها لماس بير جرام. يعني كده اقدر اتكلم ان احنا معانا 50 جرام اوف سلفر و50 جرام اوف اكسجين. في مشكلة في الكلام ده؟ ان شاء الله مفيش مشاكل في الكلام ده. وانت معاك المولر ماس، تعرف تجيب ايه كده؟ تعرف تجيب النمبر اوف مولز. لو عايز تجيب النمبر اوف مولز بتاعت السلفر مثلا، هتقول عندك ايه 50 اوفر 32. ماشي، تطلع 1.56 مول. طيب ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للسلفر. طيب عايزين نجيب المولز بتاعت الأكسجين، هنقول 50 over 16. ماشي. وهنا 16 مش 32، لأن هنا الأكسجين كأتوم مش كمولكيول، يعني مش O2. تمام. طيب 50 over 16 طلعت معانا 3.1 مول. طيب بعد كده أعمل إيه؟ مش أنت عندك كده في رقمين للمولز، واحد الاس واحد الاو. شوف الرقم الأصغر عندك وهتعمله ديفايدد للاتنين عليه. بمعنى يعني هي عندك 1.5 و 3.1، يبقى نقسم الاتنين على ال 1.5. فلو كده عملنا ال S تطلع معانا 1.5 over y over 1.5 تطلع معانا 1. طيب الأكسجين 3.1 over 1.5 تطلع معانا 2 تقريبا. اوكي. طيب بما ان انت معاك عندك ال S فيها 1 وال O فيها 2، كده يا باشا انت جبت الامبيريكال فورمولا. يبقى الامبيريكال فورمولا بتاعتنا كانت SO2. تمام كده. طيب ولو كمل وقال لك انا مش عايز الامبيريكال فورمولا، انا عايز الموليكولار فورمولا، كنا بنضرب الامبيريكال فورمولا دي في الان. طب ايه الان دي؟ الان دي كانت المولر ماس بتاعت الكومباوند، هيكون هو مديها لك ساعتها على المولر ماس بتاعت الامبيريكال فورمولا. وده مثال هناخده كمان شويه، او المثال ده ان شاء الله نشوف فيه ايه الفكره دي. هنا بيقول لك ايه: عندك اورجانيك كومباوند الامبيريكال فورمولا بتاعته CHCl،
والمولر ماس بتاعته 291 جرام اوفر مول. طيب بيقول لك ايه what is the number of moles of atom in 1 mole of this compound. تمام، يعني هو عايز كده number of moles بتاعت الاتومز كلها اللي فيه. طبعا محتاج اعرف اصلا، يبقى انا كده محتاج اجيب المولكيولار فورمولا بتاعته. انت مديني الامبيريكال فورمولا CHCl صح كده، نعرف نجيب منها المولر ماس. يبقى المولر ماس بتاعتها هتقول 12 بلس 1 بلس 35.5 تطلع معاك 48.5 جرام اوفر مول. ده كده المولر ماس بتاعت الامبيريكال فورمولا. تمام. طب ان عندك لسه كنا بنقول هي بالنسبه لنا هي المولر ماس بتاعت الكومباوند على المولر ماس بتاعت الامبيريكال فورمولا. طب المولر ماس بتاعت الكومباوند كان قالك 291، يبقى اوفر المولر ماس بتاعت الامبيريكال فورمولا اللي انت لسه جايبها 48.5. ماشي، لما تيجي تعملها تطلع معاك 6. طب وبعدين نعمل ايه؟ ناخد ال N دي نضربها في الامبيريكال فورمولا، يعني نقول 6 تايمز CHCl، يعني هتقول C6H6Cl6. ماشي، وده عندك كومباوند موجود في تالتة ثانوي، مش مهم دلوقتي اعرف اسمه. ماشي، يبقى عندك C6H6Cl6. طب هو سأل على ايه؟ هو قالك عايز النمبر اوف مولز في الاتوم بتاعته. تروح قايل النمبر اوف مولز في الاتوم بتاعته، النمبر اوف مولز بتاعت الاتومز بتاعته في ال1 مول منه هتبقى سي 6 بلس 6 بلس 6 يعني هتطلع معانا 18 مول اتوم. تمام. لو فكر يسخف وقال لك انا عايز بقى ايه غير النمبر اوف مولز في اتوم، عايز النمبر اوف اتومز، هتاخد ال 18 دي تروح ضربها في افوكادروز نمبر. ماشي، بس كده بيدخلك دروس في بعضها. تمام. يعني اعتقد ان شاء الله الكام مثال دول يكونوا خلصوا معانا فكره الامبيريكال فورمولا والمولكيولار فورمولا، والدنيا دي تبقى سهله ان شاء الله بالنسبه لكم.